عمرك سألت نفسك أنا ليه موجود؟ ليه ربنا خلقني أنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا صريحة وبلغنا بيها من أول لحظة. من رحمته علينا ما سبناش نتخبط في الضلمة، بس عايزك تتأملها بتأني وما تستعجلش. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش مجرد آية، دي المفتاح، دي البوصلة. يعني أنا اتخلقت بس عشان أعبد؟ فين الحلم يا عم؟ فين الطموح؟ بس تعالى تعالى، وأنا مش قلتلك ما تستعجلش؟ السؤال هنا مش ليه تعبد، السؤال الحقيقي هل في شيء تاني يستحق تعيش عشانه؟ فلوس؟ شهرة؟ علاقات؟ ما كل ده بيتبخر. فانت عايزني بقى اقعد طول اليوم اصلي واصوم وبس؟ يا سيدي ربنا ما قالش كده، ابلع ريقك. ربنا يقصد العبادة بمعناها الأوسع، إنك تعيش برسالة، إنك تكون سبب نور في حياة حد، إنك تشتغل وتكد وتربي وتساعد ويكون كل ده لله. بمعنى لما تشتغل بإتقان دي عبادة، لما تساعد حد دي عبادة، لما تبتسم في وش حد مهموم دي عبادة، لما تسمع أمك وهي بتحكي لك عن حاجة بسيطة دي عبادة، لما تغسل معلقة علشان مراتك تعبانة دي عبادة، لما تطور من نفسك تتعلم تتعامل بأخلاق، كل دول عبادة. كل لحظة كل فعل لو نيتك فيها لله بتتحول لعبادة.